فيلم سايكو من إخراج المخرج الإنجليزي ألفريد هيتشكوك، واللي تم إنتاجه سنة 1960. فيلم سايكو حاز على لقب ملك أفلام الرعب السيكولوجية، وهو من أهم أفلام التشويق والإثارة، والمشاهد بيفضل متعلق بأحداثه ومنتظر نهايته، واللي غالبا بيكون فيها مفاجأة كبيرة غير متوقعة كأغلب أفلام هيتشكوك. هيتشكوك مخرج أفلام إنجليزي، أفلامه كانت بتعتمد على الإثارة النفسية والرعب النفسي وتسليط الضوء على سيكولوجية الأبطال، فالفيلم مبني على جريمة قتل ليها أبعاد نفسية. مدير ماريون بيكلفها إن هي تحط مبلغ 40,000 دولار في البنك، لكن ماريون بتقرر إنها تختلس المبلغ. في طريق هروبها بتنزل الأمطار بشدة، وبتقف قدام فندق صغير وهو فندق بيتس. في أثناء وجودها في الحمام بنشوف من ورا الستارة ظل لامرأة مجهولة بتفتح الباب ببطء، وبتطعن ماريون بالسكين لحد ما ماتت.